كيرن سأيوب. إلا كرنكم كرن سأيوب تام كرن سأيوب الساتلايت بنايل سات بأسر حتى 1607 ميجا هرتز براليزيشن فيرتيكال السك أريتريا الثامن حتى عمل جماعات بتوقيت أريتريا من ساعة حتى الظهر السك ساعة 3 تقدمت 12 لمسات من ساعة 7 ساعة تدقم من ساعة حتى نايلالي 6 ساعات 3 مدر لا تسلس تقبي اما عاونة رياضي أسنة لتقدم لها برنامج توم تكل أدينا للو أريتريين هي بشبكة انترنت قل تابعوا لقدرو حر راديو تو. السلام عليكم. حيسام متنسيت كرن سيوب يوم 10 يونيو سنة كلي 1010 جماعة توم كان يوم كرن سيوب قلنا أنبت أخبار إقلق راقلكم. أريتريات حتى نظام ديكتاتور سبت الليت اللي حكم ظالم يقل أخدم مشاركة كل مواطنين تتطلبت لبل دبلوماسي السيد عبد الله آدم قرف دلالة لينا واحد رجا قانونا التا ودوي فايح سمينار شرحام نظام شعبيات أم توليو أم تتوركي كالحكات أفقرت لبل هجاول أنبتا السيد عبد الله آدم عدنا أتحنت نظام ديكتاتور سبت الليت توتلجو نبر لينا وباللي الذي قبض عدوى خارج لها شعب أريتريا بسلام ومسكوبة اتعدو اقلمبر كل شعب أريتريا لرد بحكم اقلها مشاركة كل شعب تتطلب اللي تتلب الحبرام ديب أريتريا تغيير اقلم ساقب امن قبي بحيلة السلاح اندي قبي كمل أذي قروب السودان لا ترى تغيير اقلق بأبو اندبيلا السيد عبد الله آدم بدير شعب أريتريا حريته من كلا من ندال سياسي ندال عسكري حلفا اقل من اللي تبهل ثابتنا على حكم ودقاناتو هذا لكن عدنا ديب منظمة وحدة أفريقيا ومنظمة مجلس كران أدوية بنام ودولة سبت نتبهل مشاكلنا نايك أباتنا سبتو ابقبي سلميات من إيقابي بحيلة سلاح بدل تغيير نظام اتحرب أهليا نأتيت لبل مسألة أريتريا مسلناي سودان عندك آرانا يا أفايه شرحيام عامة شعب أريتريا الجهد قضية وطنيات لقت مفاهمته اللي تقنا أذي لكن لمثل أتوبيا قبت اتفاقية السلام أتزبه اللي تدين بي إقل تعفز عنا سبت قدرات شعب دي بعد هدي قل قرب ولتفاهم انبوت هلام إلا لكن بنا كافية سبت يكون وحكم السياس مدول وأبقفا جاي سبتي لتأمر ونايورت نفر حكومة سبتام فجأة بلقى بالك بأسباب السياس وركا من قبي حنا كشعب عدنا كفن سبت مداليت واديام سبت يلينا حبر اند تفاهمنا اجنت نحو جبت لبل والدحام حيثم التنسيت كرن سيوب اقل الله ساعة الله دولول على أخبار دي بالله تامم هلام دبلوماسي السيد عبد الله آدم اتقرفت دلالة اللينا وقرفت حدرجة قانونا لا ودوي فايه سمينار من يوم اند انباتنا اتكرن سيوب اقل نقدم مقولكم تو كاقل يوم اولا كفال تابعوم دقمان نرحبكم حيثم التنسيت كرن سيوب اليوم سلس موضوع نتبطنا ما سامكم اللينا سلف للسامعوه زع السيوب تقبي حال الدول أفريقيا السكايات حنتي لتبلارس دولي تليت
كلاي موضوعنا دبلوماسي السيد عبد الله آدم اتقرفت دلالة هلينا بالتوك أما عوانات قرفت هدرجة قانونا حضرت حالة إريتريا ومستقبلها لكسس لو وديو فايه سمينار اقل يوم أولا كفال اقل نقدم لكم توم سالسايون ودوغو بموضعنا مثل فنان عمر صالح لقبت مقابلة أولا كفال متابعتكم دي بنسي أزي إبزع السيوب اقلنا أنبت حالة دول أفريقيا أسكايا من أسلافات الساتات نالح الفقر الإسرام دول أفريقيا بعامات ودول قار أفريقيا فنتيت من مستعمرات كمسال أول ولايا بشعبهم ووطنهم للهمو من كل لبهم إقل سنيت وسلامة دوارهم لترهو ميرحت وشيام راكبات من قبام مو مسلايا للبل سآل أقربوت مهم وواجبتم ديب إلا لتهدقت منطقات لها الأرزاق طبيعات لتفنات معادن استراتيجياتو بوابات بحر باب المندب أرزاق تواب وأراد حريس اتدينا ابريمو بهلت بلغي سن سافت أولا درجة لتصبت نهر نيل سياحين لجذب صفت مكاريت أريد قابات وحيوانات كدن أسك أذي لقيت تايانا أرزاق بترول وغاز طبيعي زياد إلن بتطورا للأكان أنا دول إمو وحوانا تقبي منطقة قار أفريقيا لب قفتنا برا الدينة لتتأمر سودان لب أرزاق حيوانات ومكاريت أريد أمرت لا تأتوب بيام لب قنراري بحر لتترقب إريتريا باستراتيجي مكاريتا لتتحرى جيبوتي بلاد فناتا معادن حنقرد للتأمر صومال أوغندا وكينيا لكم قار أفريقيا بدل اللي بلعل السما بحروبة سنين ودنين بسافرة وجفاف بلجوء وموت شعب بريء بإي مسكوبة ومش عتارتو للتأمر بحدين الشعب أو قوة بشر ما لتحمك مثل إيكون لمن موداقا أسك مفقارا ومن قبلت أسك قبلت إن الشتاتا اتكدمت بعدان فرول لها شعبا إثبات كافيتم إلا كدمت الله هي كدمت نحر بنان دي يتقبي اتكدمات عافية لفرورام دكاترام الطور مباني لهبطهم للقعوم مهندسين اتعطفحوت مناهج للجهدو معلمين الصناعات أسماء بعدام لرفعو مفكرين التخطيط مدن وطور مشاريع بحشمات للسمي ولاد اللي شعوب اللي الدول مضاطحة والشرق الأوسط الدينا تشهد لهم هليت اتمدت قدمت لقبت دراسات اتكل دولة مالاوي فرورام لعلو دكاترة منهم لقت مدينة مانشستر ناي بريطانيا فرورام لعلو ولاد مالاوي لاتهم دكاترة بزح علو اللي كله لتهدقا اتكار أفريقيا حقول لهلا جلا وطنو وشعبو فزال قبي ابقبي قانونية لمريح ابنا امان دستور للتحكم دولتنا يبنو او اقل فنتو حزب سياسي لتكسس نديت قبي اقل كل شعب ومؤسساته لتكسس كمتا للفهم اذا دور كمتو كفيني للأمر ميرحاي حاجلة الليت اللي ديبكار أفريقيا لا ترى حروبات وفن الشعب ما بقسيه مقهف سلطات
ومجهفة أموال وبعد من أكلية إن تبهلا قبة وكبر وقبائل همشوا الشعب وأرزاق دولة اتحدام سم مصلحة كافلوت وبعد منه للأكي لخلق أيوتوم حكم هاي الثلاثة سيادة أريتريا من إيكايد وشعب أريتريا إقل أبدا من يتفرر ولا إقل زياد 4 سنوات لأفنى أروح الشبابات أتوبيا وأرزاقا التطور أتوبيا عول من قبي أتوبيا بسفرة وجفاف اتدينا ويتأمرت حكومة مركزية السودان شعب جنوب بنيتهمش وحقه من تفجر له اتحروبات وانفصال ويتبات صحام سلطة أرزاق دولة كل شعب أمبل فناتاي ملت مكارع حروبات شرق وقرب سودان وإيسا دفام قبائل حتى سودان شرق وقرب شمال وجنوب ابحق وحلال أرزاق من التكافل التلي بصح لها لا وكل اللي سحنو لها لا متقحرب ويتبات صحام لإب دينو وهدياهو من كل دول الدينا فنتوي تندت بهلا لتهدك شعب صومال مرحل على ميرحات ابعدلو مساوات مارحامو من قبوت حروبات عائلات وقبائل ويتبات صحام ابدينو هدياهو عاداتو ولمدو كم زرع حتى اجت للتأمر شعب صومال حريج أفول ولندقبا كل الدينا وإيش التتام أرزاق حيواناتا أقول كله شرق الأوسط اندكافا أسك دول موضة خاي لتوزع كمثال شعب صومال نقبا اتلت بهال مثل ويقبت لبعول قالوا استشهاد آلاف حرية من استعمال لنزعة إريتريا حكو تامت حرية ابدستو للتمرح اقل سنيت وسلام شعب للهمم حكموا بحكمة من قبي يوم شعب إريتريا من حديث قبيل لجوء يتماتام إريتريا حكم عادل وديمقراطي من التأسيس التام شعبا للحد الرا ومن لجوء للعقبل التدولت من قبي شباباتا إبقى قري أفقريني قبي عليون دتماتو الصحراء وإدافنو وديب أبحور وإيتوكو لحتى قبي وبعد حريان لألبا حلول مشاكل دول قرى أفريقيا بشعبو قد فتمت حلت كريتو التوم دستور لتاية حكم وميرحايو من يمسي بعد أقبوي كل رأسو حلول إقلق با يقدر مرحبا بكم حيسام التنسيق كرنس أيوب حضرت حالة إريتريا لكسس دبلوماسي السيد عبد الله آدم اتقرفت دلالة هلينا بالتوك اما عونت قرفت حدري جاقانونا تحلفا يعم إلى سمينار واد علام كقل يوم أولا كفالنا إلى سمينار قلنا قدم قلكم تو متابعتكم إنسي أنا عبد الله آدم عمر بهل وزي هاللي كانت الوليد بجندن هالليكو وبدير قابن قبل نادل أنا جابهت أنا في البداية لكن أكثر من سنتي وديكوني وحقها جبهة الشعبية ومن 71 أنا جبهة الشعبية أنا مع نبتوش وأسب تحرير جبهة الشعبية عالكو خلال فترة ندالي دي بداخل الجبهة الشعبية يعني دي قوات عالكو 18 سنة دي قوات عالكو قائد كتيبات قائد لواء قائد فرقات وإلى آخره
وفي الجانب التنظيمي هي عدة مركزية في الجبهة الشعبية عالكو من 77 اسمها حرية أثينا يعني. حق حريات برضه حاكم أقليم سنحيت عالكو سنة حتى، وحقوها السفير عالكو دي جيبوتي 4 سنوات، وحقوها قبل قعد كحاكم أقليم جنوب البحر الأحمر قريب ال4 سنوات وديكو. وحقوها منها فرد الصحبوني وسوريا قلت قيس سفير بيلوني، لكن ظروف في ناسبتني زنو ودي خارجيات 2 وديكو. وحقوها من جديد السودان كسفير تعينكو من 71 سجمة 72، من 72 هي سببت مشاكل يعني داخل جبهة الشعبية القباب أو بشكل عام داخل الحكومة، سبت على وخلافات أول وآخر أغلبها. فهذا النظام كلنا كمان أمره يعني نظام يا إما تليو يا إما سجن تأتي وفدب كم قبيه تتوركب مني يعني. فأنا منا يعني حزيس سني أمر ولا حزلا عائلة تيتو. المهم دي السودان ثبت عالكو منا أسج بريطانيا مسكو، وتقريبا 17 سنة ودينا. باختصار شديد اللي تو خلفية ناية ومنه يبقى موضوعنا تنقدر. تمام، شكرا أخو عبد الله. مباشرة يبقى موضوعنا اللي اتيت لموضوعنا لعنوانه احنا ساكت حريناهوني وقاشايو ساكت حريناني. قاشايو ناس عسكري وإداري ودبلوماسيته. فتغيير الوقت اللي من نظام دكتاتوري دي بنظام ديمقراطي قلنا غيره قبل من قبل ميت بالوقت الوسيلة اللي بنوصل بالوقت اللي لا وسيلة لا تدعم ولا وسيلة لا تحيس ميتا. فمن مبدأ كعسكري وإداري ودبلوماسي أيام يعني قوة قريبة دبلوماسية إداري. فالأشياء اللي تنظيم بتغير حد زي كمان قبل تنظيم قبتيديته. فاللي عنوان اللي من يوم تتبقتك ويا ريت دبعنا الاتر ونكرر. شكرا جزيلا. فعلا كلنا كنا نأمره يعني بمكان هلينا نأمر الأوداعنا وأوداعنا عدنا كلنا وهذا حتى يعني عدنا دي بحانة النظام ديكتاتور نبر كم هلا، وسببه هلينا نصر طبعا يعني سبب اللي نصر له هلينا بطوط يعني. فكلنا تغيير محزة انسر لها اللي لنا من وقعد لها لو من قبله. كلنا عدنا نفتة وعدنا بسلام قلنا رأيان حزة وعدنا متطورات قلت حزة واللي قلت بقى. لكن أول قول بكل شيء يعني كل رد أبوه نظام بعد بالهلبو كل ردبوا النظام قل هل هي ناي أي واحد مهمات ونا أي واحد يعني مساهمة أبوت لقب يعني. من قروب نحن لتغيير كفوق اللقبان حزي بينا من قبل يعني إلا أزي قروب دي السودان لحصله خطوته لأفضل طريقة ناي تغيير، بمعنى انه عقل شقدي شغل دائما سليمته. لكن خارج عقل قيس شغل هي دائما مشاكل بزحتها. على سبيل المثال عمل مسلح دي حتى عد مشاكله عديد.
كما بدير لعناه يمكن مقبول قبل لأن الاستعمار عناه وأجنبيت يعني والسلام قل حزينا من قبل ما يلهيبنا فبالتالي لزمن ما قانونه كما هو على حركات تحررية دي بنفر اللي قبل كل عالم على يعني فبالتالي كان يعني لابد عمل مسلح لا تحظى على وخيار على وبالتالي يعني الخيار اللي نسأناه وفي النهاية برضو تعودنا حتى وقت من ريما هذا لكن عد حنا رسيت بهال دولتنا بهال عدو حنا دي بمنظمة الوحدة الأفريقية عدو حنا في المنظمة الدولية فبالتالي مشكلة داخلية يعني عدو من برا أو يعني استعمار السهل على لبنان الاستعمار ناينات وناي داخل كنا ثبت قبل اللي استعمار داخل نقول له أو اللي النظام جائر نقول له قم نغيره مصلحتنا كل ثبته أفكارنا كلنا دي بحط اتجاه اللمسة لا تحزن أفكارنا كلنا ورغبتنا كلنا دي بحط اتجاهي مثلا قبل لكن دائما مقبل يعني عمر لا نظام دكتاتوري يعني ريم والأقدام لتعبكم إلا تعبان مدهلينا يعني كم قدام بالرفقة كم قدام جرسة كم قدام تأثرة فمهما كان لكن في النهاية الوسيلة أفضل وسيلة هي الوسيلة ناي سياسة يعني وسيلة سلمية كمان لا أزيد جوارينا السودان نريد لنا الأسلوب اللي يمكن أفضل أسلوب اللي بقدر لأنه من ناحية مدار إيه لقدام لو وعيه طوره ولقدام يعني يعني الانجيجمنت في كل القدام كمان يعني طوره كلهم لغة مشتركة بهم يعني النظام قل وركو في النهاية فعلا قدروا يعني البشير في قيسة وحقوه قلوا وجههم تغيروا بعد ما مسأوا برقة بعد ما واجهوهم وموتوا دي مبدأهم وأخيرا النظام عسكري يقدراني يعني يعني جبرة دي طاولات مسلم قلب قسة وقلبهم ودي باتفاق قلب صح فكل شيء ينتهاني لكن بداية مرحلة الأولى لا بدايتها ولا مشوار طبعا رهيب كده لأن 30 سنة على بهدلتنا دكتاتورية البشير دي بيوم وليلة بمجرد اتفاق للانتهي يكون وقت لحظة لكن لفرصات قل لا يعني المستقبل هذا هم سوا يعني دي خطوة أولى وبالتالي هذه توم كيف كفقوا دولا لمرحلة مثلا جيبهم لترفت فبالتالي احنا أيضا نفس الشيء يكون من قبل نظامنا إريتريا من اللي ناي السودان بدأ خبر ناي السودان مع أنه عد جارس يعني بإذاعتهم الخبر اللي خال فيها مصعون السودان اللي قبل على المظاهرات نايل شعب لكن بالعكس قنبلة دي بصومال تفجرت من قبل كخبر لها مطول بالتلفزيون ناي إريتريا فلذلك ميتوا للنظام أسلم ضد لمظاهرات أو ضد لمطالب ناي شعب السودان ثبت على بالشعب الإرثاء قل أفهم أو قل رئي عبر التلفزيون حزي عالمي لكن في الأخير لتطورات نتعبها وقيسات قل توبت أو ميتوا مبادرتنا إثيوبيا مبادرتنا إثيوبيا شوية يعني تجاه لا شعب أو تجاه لا حراك نيلا شعب مايلتها يعني فبالتالي من اللي
يعني النظام هنا استشعر الخطر يعني. فمن جديد مثل لا جماعته ديمقراطية السودان قلروا لي يحزوه كم كرمسه دعوة ودوقلوه خلاص يقول كش قبيله. وطبعا السودان كما أمره يعني سياسة أكثر من مصريين لأمر السودان وأكثر من الأثيوبيين السودان لأمره. تركيبتها من قبي وشخصياتها من قبي وسيكولوجيتها من قبي وكل شيء يعني بحكم ندالنا 30 سنة في السودان عنا وإنه حرمانة 30 سنة في الودينها بحكم العلاقات العالت يعني. فيعني معرفة سنبه فبالتالي وكلوه انت جيت أخرب بيلوه شك دي بهالسقازة. لكن حتى قل لي دو يقدرون سقازة لكن عملي بتكوني ومقل لي دو قدروا كمان قل ريت من إلا وحر. فلذلك ميتو الديمقراطية دي بالسودان تأثير بدي بريتريا مباشرة ما النظام ديمقراطي اللي توهم يقدرنا السياسة. فلذلك نحن باختصار شديد ميتو خيارنا بينا قبل خيارنا خيار يعني اللي خيار سوداني لنسووه. حكاية انه بسلاح او بميدان ذكرنا من جديد وقتال والا بهال بزح الديمقراطية ما يلهمتين. اولا من قتلته يعني حركات قتل يعني وهو توم قتله فبالتالي حرب اهليه في الناس سميتها حرب اهليه. فهذه من ناحية. الناحية الثانية برضو قوة عسكرية على ما تفكر سالفة ما تفكر. فلذلك كل العقليات ما يبدير بدل كفينا من جديد لعقليتنا عقلية السلاح دي يعني تقبل. فعقلية السلاح دائما ميتو إمكانية التفاهم دائما ضيق جنبه لأنه كل جهات تعتمد دي قوتها تعتمد. يعني على سبيل المثال قل لكم مثلا قدم إلا عنه جبهة التحرير الجبهة الشعبية ومش عارف إيش عنه قضية وطنية فنجكن إيتهم تنظيمات قضية وطنية يعني لعدوهم يتبياتوا. بالرغم من كده قلت فهموا يقدرون لأن عقلية السلاح عقلية القوات يعني دي التفكير لا قدام كله مسيطرة ثبت على لحكاية ثقافة الحوار اللي يعني تاريخيا اللبناني كثقافة لأنه مسألة تعليم وتجارب وبحث عازي ونحن اللي فرصة اللي على لبنان. فبالتالي كل تاريخنا كله الليكو فأذا نحن يعني الحوار وتفاهم يطورنا من قبل زي ما سلاح نسعبنا من قبل يعني بالتغيير. فمشكلته بزحته في النهاية مشاكل جديد لآتينا. فأفضل وسيلة حتى عالميا ما عن اللي ناي السودان زر يكون قبل الاتحاد الافريقي كله مثل شعب بتراء الاتحاد الاوروبي مثل شعب بتراء الامريكان نفس الشيء. فخلقوا ارضيه يعني سياسيه دي بعد وشرعيات ركبوا يعني. فعشان كده النظام العسكري كل سلاح اللي بيديه هذا كل شيء اللي بيديه هذا لكن بالواسطه قدراني لأن ضغوطاتنا خارجنا بزحت يعني ومتحدات اتحاد أفريقي وحتى العضويتهم ما بتروى. فلذلك سلاح بومت كان قبل سلاح في النهاية حتى النظام كمان يستغله يعني اللهم إرهابيين توم اللي بالأحيان سميت كلا هيبكا والموضوع اللي كثقافة كمان يوم يعني محبذ يكوني ودي عدة أماكن ما نرئيه لنا. فبالتالي لنا أهم شيء كفو نحن ثقافة الحوار سنجينا نطور أول وقبل كل شيء اللي ثقافة حوار بنطور قدرنا من قبل وداقت للنظام بزح عبي يكون النظام أزي ما بأي سبب من الأسباب قد له ده قدر
لكن بالله أزلها لنا هو حالة وقامة من قبل ما أعتقد بسهولة نحن يعني ديمقراطية دي جديدة نبينا النتائج نقدر لأنه موضوع الخلافات ذات فنجينا لهالليل حسمنا يا يعني مستوى عقلي مستوى لا تحزي من فهم. واعتقد نحن اللي برنامج اللي لسه لا تحاميه الليلاني يمكن الحاجه الواحده اللي موضوع سلام في اريتريا واثيوبيا حقوا بدأ يعني ملهولو افزعينا فزعنا يعني او القدام ساكب العلامه فزعه لا حتى تتزبه لي يعني لازم الشعور مشترك قبل كله. فبالتالي اللي خلق وضع جديد يعني بدير لي على مثلا قدم سنة لي على وضع جديد خلقه قلنا. فاللي إيجابيته من حيث الشعور يعني كله يعني خطر الشعب اللي ذاته واحد من العناصر الموحدات يعني. لكن هو فقط كل شيء يكون يعني لسه لا تحزي حوار داخلي لا تحزينا السوداني بزي حوار داخل وادي أمتم بالمناسبة. فنحن الحوار داخلي مهم جدا يعني النظام نقاومه لكن في نفس الوقت الحوار داخلي ناينا بنفس المستوى به النظام اللي ما نعمل يمكن بعد أسبوع ما لا يتوقعناه شيء لحصل كجيس. يمكن بعد المجامع العسكرية يعني يشعروا بشيء معين ولبنان نتخلص من الإنسان اللي ممكن يحسن. فبالتالي من جديد في مشكلة جديدة هي نأتي ممكن ضغوطات ما تبزح دي خارجية كمل زي ما قدم يومين سمعناه في الاتحاد الأفريقي وكل اجتماع بمستوى رؤساء لو دوا فيما يتعلق بالتجارة البينية بين الاتحاد الأفريقي الدولة الوحيدة اللي وقعت دي اللي إريتريا. تخيل كل أي يعني إريتريا معزولتها يعني عن أفريقيا ناهيكم عن عالم يعني. فاللي في حد ذاته ملر إيه إنه العدل اللي فعلا مشكلة كمبو يقول كله إشارة قبل يعني حتى على مستوى الدول الأفريقية. فلذلك نحن أهم شيء نرأي لبنان كيف كفو ثقافة الحوار في المجتمع بنطور نقدر بحيث انه يعني اريتريا 30 سنة نقلة الحلم اللي حلمناه ما قلت قبل اريتريا عنا قل قبل حقيقة نحن قد نتغير بنا افكارنا قد نتغير بو والليتو فقط حل قدر في النهاية اللي يكون اسقاط النظام يعني خارج من ايدينا ما قد لم تقدر شيء احنا لا يتوقعناه اللي احسن قدر او باللي شويه حركات لو وديه لنا ما يمكن تاثير وديك حركه بسيطه دي بداخل تنسوق النظام لان النظام قواعد ألبون يعني دي السودان النظام مؤسساتي وبالتالي الدوله العميقه للبودو دي اريتريا لكن نظام مؤسساتي يكون دولة يعني دولة إنسان أورو يعني اللي نفر اللي جيس كل شيء انتهى في السودان. لكن عمر البشير جيسا كل شيء انتهى لأنه في دولة في مؤسسات يعني دي بنسى العكس يعني ما في مؤسسة القانون هتوتو البرلمان هتوتو ومجلس الوزراء هتوتو كل شيء هتوتو جيسا كل شيء لا انتهى. فلذلك لو ودعنا إن مخيف يعني مخيف. عشان كده موضوع لا حوار فنجينا كشعب يعني مهم جدا. مستقبلنا إريتريا بالندمان أنا من باختصار
حسام التنسيت كرن سيوب حضرت حالة إريتريا لخصص دبلوماسي السيد عبد الله آدم قرفت دلالة اللينا بالتوك عونات قرفت حدري جاقانونات تحلفا عميلات لا ودي سمينار ولا يكفال دي بالله تامم هلام كلا يكفال تتمت سامن إقل لتقدم قلكم توم
كيرن سأيوب. مرحبا بكم حيسام التنسيت كرين سأيوب. يوم ديب كرين سأيوب قشاي قلها اللي قلناتهم فنان عمر صالح. فنان عمر صالح سلف خلفيته أو تاريخ حياته نوسق لنا كسلف منه تاريخ حياته ده سمعنا حقو هذه بتامن سبتنا إلى مقابلة إقل نتعدي. شكرا جزيلا أخ أبي عمر صالح أحمد حجاج يتبهل مواليد حرقيقو يعني من عائلة بحرس ونواي للتنكبت من برد نبر العالم ومنه ولود أنا بس دي حرقيقو عاب أنا ومدرسة كدي بالسعودية أنا ومنها يعني مسك مسالسة ندرس بافع عداقة غيركم بهالتو ومن عنده نبر على الكبر دي أنا سنة 7 و4 قدم العاد حدا كو اسمه ميدان أم بلدي بيسكو بهلت. شكرا. تمام أزي مرحلة ميدان بعد حامل لنا فعلا ميدان إذا تفجر قلت نادل ومن أجل حريته لكن بتصور الأوروت لتبقسك لتصور لك الآي لأمبلو حلاي كفأتي كديب هل ورثت من على الكاتو ولا لسبب كفأ على مرحلة كفأ على كأنت فنان ثورة أو ما أذيما فنان وطن قلتك بقى يعني لسبب ما على ولا لسبب الله تقول بالك قدر بس أنا من نوش دبن في الشام مرون إيش دو أنا طبعا تلهي فتي برج فتي سمية فتي من طبيعتي كنا علىكو يعني ويوم من الأيام قل حليت أو فنان قل بقتلوا الهدف على قليل بس سبحان الله وأنا نوش يعني من مجموعة أو من عائلة يعني اللي شيء اللي سمح شيء كنا أنا من الشيخ محمود قبيلة شيء يعني مرة بقرآن شدوا دام ودي بكلوات وليتو الأدام كانوا مزهر سلني بس كمان بلاكات دول لقيسكم من عدوا الفقاركو دي بميدان دول أتيكو أو تعليم واللي طبعا سنة 7 و5 سنة 7 و5 هي كلا إدريس محمد علي في الفرقات الأول مرة قدمين نقبوا حلو ومرة نفشتها كفوا زيادة يعني حلاي ولو كتله هي مرة شديدة على يعني قبولة مرة على ديبود بتهي لله على سب الشرح على وأنا لدول هقول جرب كفوا ندود حلها لو اللي تاول حلاي الحفاظ واللي تاتو كرار السبديكو ومنه يعني سبلد بالأمر وباي يعني سبحان الله كفكم قاو كزاس يأمر زي يكون برنامج على قليل وزات كنا قلوا قاتولي على الكزات. فالحلاي دي بميدان تولا تنحك قد يكون من بيتي مساكاب وبهلتو. أيوة الأيام هي صارت يعني سمح معي على صوت الراديو بحيلة نسمعنا الأمين عبد اللطيف دول نسمع براديو نادر نسمع وسكرنا مقبهين أنا عايش نوش أنا طبعا عمري 14 13 يبقى لك أقدر أيام ثورة تيكوزات 15 على بالضبط فدي بارات بقهوة اللي تات حلايا مسمع ديكون اللي تات حفلات ندرينا واللي تات اللي هديت دي مقبعنا لقب هداية وحساي يسرت بعد مجالي على قلنا وعمرنا سمعي على يعلان يعني قلير إيجا وقل سجع قلي بلاك بس اللي السبب على هاي أهم شيء قلي السبلين دب حلايا يعني من ميدان تودي هذا يعني. تمام فنان عمر صالح سلف لا ظهر كاب حلاية يعني ناي قدام علت مناي كعلت زركوبة طبعا لظهورنا أولا أيام تحرير على تحرير مدن على بهلتو حقولة تحرير مدن بالضبط دي بكرن منبر شعبنا حبر قلت برحيب قبل اللي ترت أمر وجبلت بال حالات الحديث كنت بجوكو دي بكرن بهلتو ومن أتلاليكو حقو انسحاب بردو حلاء أفقاركو حتى من أسبروا قبينا مسنا ده لقى الوقت قرم من قبل إن يتحلل أسقع وتنهير ومثلها يعني رتريا بابا درجينا بلش بابا تقول اليوم ممكن بزح جماهير لأمر بخديجة آدم أقولها بكوها شعر من قبل وحلايا وتحمزته وحليته يوم انسحابت ولدته وبليت التلال الأمر يعني وقراهم يعني حقول انسحاب برد يعني مباشر حلاي بزع على وأنا شيد أنا الأفكار على
حقوق اللي بيلو بزح على ذكر يقدر يكون بس ذكر زيادة الدقوب على وزاد سمعوا على يبلو القدر مثلا هو باي سما بره ليك أسألنا بقول ريكا بالحالات برد نهايتها ونوشح اللي على القدم ميدان من قبي وسنة 8 السودان كل الكوبا وميدان أقبلكو حقوق ميدان طبعا أقبلكو برضو من جديد السودان أقبلكو والحالات بتأمرت قريبة لقدر قراية تسجيل وده يعني تطور مثلا بدير تبقى شرطات الزبة على بدير خارج جيش وناي فلان وعلان ألبون وكل بحبر حتى شريط قبي حق صوتي أمر كل فنان أساس قلت أمره يتقدر قرانا حقول احنا ميدان حدكو طبعا فيديو سجله واللي سجله اذا الحالات تبقى امرتها طبعا وابات اللي توديه واللي الحالات زياده قبل العالم سلت هي الظروف العالم بعد حقوله حرب السادس الحمله السادسه انا يتبع العالم مباشره له بايسم افغوركو واللي تات الايام لندان هلا قد حليوا على الكوفه تقول يعني السودان حق السودان كمان سعوديه تعديكو ودب السعودية كمان قال لي هاي راقشكو يعني حلاقي شريط نايب خاص بيه ومن ضمنهم المنير بالحلات شريط أول جدة أفقركو بهالتو والحليات الأولودي بهالتو تمام. فنان عمر صالح اللي لحلايكا لبا استبديكاتو هذا من الناس سلف لذكركهن كل حلاياتك لا أوليت ولا كالايت أسبرت تلك الأوليت ميتة تلك الأوليت شوية قلتوا ده الأوليت ولا قدمي شوية الأيام حط حرير بجوكو أول أيام سلف قدم جمهور بطرق ديباتا ذكره والشعر نايت واللي ناي وكل شيء ناي طبعا وبصدقني ناله موسيقيين بتوجيهات طبعا قدم ميكروفون وقدم جمهور الحليكو تدي بجوكو تدي بكرن نعم تحرير فمنبر شعامنا حبر قلت قبيل رحيب قلت امر والجبه واللي تات زي ما تركب قبل بشرات قديم هلا اتذكر انا لا الاول سلف حلايت شلات حقوها وهون اصحاب اصبر بلو بعد حلايوتات كمل بالكوكا اريتريا بدرقينا برام بلا شباب الخديجه ادم اللي تحليها وقراها كوكلا اصبر نفس الانسحاب برضو تحليتها كليتها تنكل مثل حالها افقرن انا لتربا بقى الخديجة كوها ولا واصبر نوشي بتركب بهالتو قرا كمان دون صنع عنك حملة السادسة برضو اللي هو باي سمان بر ليكا سألنا لو رئيكا واللي تبل الأفكار كبهالتو واللي تتذكر يعني وبزي حاجات ناشيد على زي سني الذكر اللي كده يكون واللي يعني عسر ليكا هو باي سما فرر ليكا أصل أنا لقلوريكا جنازتك مدور حنتيكا هو باي سما فرر ليكا هو باي سما فرر ليكا أصل أنا لقلوريكا جنازتك مدور حنتيكا هو باي سما فرر ليكا هو باي سما عسر ليكا أصل أنا لقلوريكا تمام. أصبر حلاية ممكن نركبها دي بيوتيوب وقاله ليت بهالتو ممكن نركبها والله أكيد تلفيني ممكن بس دب صوت كرن رحيب قبيل دب قناة إريتريا دب راديو سمع كل حين سمع تاريخ بديل دل ذكرنا مصو يعني مول استرومنتي تاع مول أجهزة حاليا أنا فعلا الحالات دي بكرين قبيل هليت فممكن حيسمى تنسياتنا دي بيوتيوب ركبناها من قبل لو نستخدمها توتو اريتريا بابا نقدم قلكمتو فمثل عمر صالح موديه لنا مقابلة التلاله هليت فنان عمر صالح حلايكا مثل اجتماعيات للضابطاتو منيراي ممكن من حتى من امورات حاليتك حالة اجتماعية ناي يعني فين قولود والد فين تلتيلت يعني فقصة منيراي ميتا والله قصة منيراي طبعا مزح دام النبا وقال لي سمت حريكها لولوني او هي امانت ولا كفوت ولا اسئلتنا ما تصنع على تلقى قصة أمانته يعني سم من قبل أمانته ولا قصة أمانته طبعا ميدان ولودته وحقولهم دي مثلا يعني دي السودان مثلا بعد فترة طبعا بدير دي ميدان مثل نبري عنه تريمي على وانا ريمه وتومه وحقولهم مثل جمعنا
سوداف قبل ولا السودان مثلا أنا من الحد نتفنتي ظروف جبرت وأنا سعودية جسكو فحق سعودي برضو ظروف علت فأنا نوشي قامتي على تيجي حاجة كوجل صوق القبول سبتي قدر وهتل أيام تأمر كل أيام يعني تاكب على واللي فلترينا على أول أنا أول ولا جيت وأنا نوشونوش علىكو يعني كفتيكو يعني مرة يعني فكفوق الأقبل قدر كفر رأيك قدر بالبيني وبينه في شيء يعني أتوين علىكو حسب وفكروا ولا علىكو مثل الظروف اللي تات وأنا مش أسألكم برضه يا عمر مش أنت فقط يعني هلا اللي ظروف يعني هم فاتل اللي قال لك قدر ووالد كم سلكة وحاسي ومن أم يعني المسألة فناتد يكون بزحمة لو كم سليل بالهدف متين لنا لازم قال وددي بالكل كله للتنكف سباتة وحالات اللي تحليت طبعا وبزحوا يعني فتت قلي بالك قدر وسمعات وكمان يعني بزحوا نية قدام أكيد قلي بالك قدرني في بعض الحفلات كمان أنا بورنكر طلبوا حلي على الكون لأنه أمهات أنا قدامي واللي تات واللي اللي توينا ولا فكرة واللي فقدامي أنا بعد سبتري علىكو نفس الشيء حاجة من علىكو بهلا تو عذرة مت يعني واللي تحقيقات يعني دي بحقيقته وأمانة تنكبت حلايتها تمام حلاية منيراي طبعا دي بمجتمع كل الأقدام ذاته كله حتى الاسمية كمرات عند الأزمة منا فنان منيراي لبلو منيراي ما شاء الله يوم ناس عبقى لكن الحلايات انت تفكر انت كأنه قبوليات قد تركبته للي بالتفكير على قلك اولا ممكن نحسب على الكون انا زي اغنيه ممكن تسمع وليتات بالكون بس يعني الدرجه هذه كنا تدمع او هيني يعني قلب قدام تمتم وتنكف بلي على الكون وفعلا لولا ريكو اللي قدام كباتته ولا ظروف فعلا يعني ولا ملي والده ولا حتى ولا يعني اللي تودي يعني من حقيقه ثبتها يعني بالقدام كله تنكفته باليبال قدر يعني بصراحه انا اتوقع على الكون الدرجه هذه بس تجبرت يعني هو حقيقة ثبتها يعني وقول قدام كله شيء عامل ثبت عيشية ونبرية واللي نايوته يعني ناينوس قبت فعلا حلاية منيراي كما تبله لك قل مجتمع فنتيت اندقات عيشات مسلو فحيثما تنسيتنا لقصات كمال بالله لا أقول والد منير عمر صالح قال لا أفقرياته ومن قرب للأمر الفنان عمر صالح اللي قصة الأمرة ممكن عمر فنان عمر صالح سعودي نبر على ووالده منير سودان نبر على فلا قصة حقيقيتها فلحلاية حبرنا التنسية اندلب الحدك واليمني بابا 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 اندلب الحدك واليمني بابا
عاديو زايد بيك منير نوشك الحابك ربي أمعلها بني قلقت مغامراتك بابا اندلب الحدث